ده راح يعمل ايه؟ وبعدين كلهم من مكان واحد، مما يدل على ان هناك في تخطيط سابق، يعني سبق اصرار على ارتكاب هذا الفعل اللي ما كانش دي مبرره. ما حصلش اي حاجه يقتضي هذا الامور. ده مثلا الحكم كان وحش، بالعكس الحكم كان كويس، الجماهير كان كويسه، التشجيع كويس، ما فيش اي شيء خالص خالص. اذا انت تقدم الناس موجوده على اساس تسيء لنادي الزمالك بالذات. حضرتك بتقدم اعتذار للجانب التونسي؟ طبعا بتقدم اعتذار لطاقم التحكيم ومراقب المباراه، وايضا لكل الجماهير اللي اضيرت بشده من هذا المشهد الغريب اللي بنشوفه قدامنا. انا بقدم اعتذاري لمصر ان يكون احنا صورتنا قدام العالم الرياضيه بهذه الصوره القذره. نعم. هي كلنا بنرفضها. يعني حاجه غريبه يعني. نعم نعم. اشكرك يا سياده وتاكد ان مفيش تغيير في الجهاز الفني ولا في عقد اجتماع. دول مسافرين بكره يا كابتن الى السعوديه. السعوديه. هل في عقد اجتماع طارئ للمجلس ولا حاجه يا فندم؟ هو احنا عمالين نتكلم مع بعض بالتليفونات، وزي ما انت قلت لازم نشجب هذا التصرف ونرفضه، كلنا متفقين مع بعض. نعم. يعني وبعدين خلي بالك انا روحت الناس النهارده من النادي بعد ما رجعت هنا النادي الاول، انا برضو خايف على الاعضاء، ممكن حاجه تيجي للنادي ويكسروا النادي، لان التصرف ده كان ضد نادي الزمالك مش ضد التاريخ التونسي. نعم. لو شفتهم هم جايين من مدرج معين، نعم، مجموعه معينه يعني. نعم. نعم. حتى ما اتجهوش الجماهير بتوع تونس، لو قلنا هيحصل احتجاج ولا حاجه مفيش حد جري. نعم. ناحيتهم. سياده المستشار جلال ابراهيم، اشكرك شكرا جزيلا. هذه اللقطات هي خاصه وحصريه بمودرن كوره اعزائي المشاهدين، وبتشوفوا اللقطه اللي كانت قبل كده كان فريق الافريقي وكان اللي بيحميه لعيبه نادي الزمالك، يعني حاولوا لعيبه نادي الزمالك حمايتهم من البلطجيه ومن العربجيه ومن الغوغائيه ومن الفوضى ومن الهمج اللي موجودين ومن اصحاب السنج واصحاب البلط واصحاب السكاكين واصحاب السواطير واصحاب الشوم واصحاب الخشب. الحقيقه فلاعيبي الزمالك حاولوا بقدر الامكان يا عيني ان هم يحموا لعيبه الافريقي، وللامانه ايضا ابراهيم حسن وحسام حسن حاولوا بقدر الامكان ان هم يحموا. تجول بعد كده يعني لعيبه الزمالك ما قدروش عليهم، بدات القصه تدخل بشماريخ في الملعب ومقذوفات من المدرجات، وزي ما حضراتكم شايفين دي لقطات خاصه لينا احنا فقط لا غير بكاميراتنا للي بيحدث داخل الملعب. زي ما حضراتكم شايفين الصوره عامله ازاي، وبكل اسف واسى ان قناه الجزيره كانت واخده هذا اللقاء وقناه دبي كانت واخده هذا اللقاء ونقلت الصوره بالكامل من داخل استاد القاهره، والان هي حديث العالم كله زي ما قلت لحضراتكم وانا بعلق على اللقاء. لعيبه الزمالك خرجوا في امان وسلام، لكن اي لعيب من الافريقي حضراتكم يعني بقى يجروا في اي اتجاه عشان بس يوصلوا لباب غرفة الملابس. التيوب الكبير ده بتاع غرفة الملابس، وبدأ البعض منهم يصل، بدأ البعض لا يصل. وهتشوفوا لقطات كمان عندنا ده كابتن احمد جعفر يا عيني طالع مفرهد وكأنه طالع من معركة لحد ما قدر يطلع يوصل. ده اول ما بيوصل هنا بيوصل لمرحلة الامان، بدأت الجماهير تعرف انه ده اللي بيبقى فيه اللعيبة بتوصل عنده، فبدأت تيجي فانتشر الامن بشدة، واللي نجح فيه الامن في البداية انه قدر يحميهم. ده حسام حسن برضه بقدر الامكان بصوا ده لعيب طلع بملابسه الداخليه. الحقيقه يعني شيء مقزز الحقيقه، ده لعيب من تونس، وبرضه عشان اكون امين اعتقد اللي بيحميه لعيبه الزمالك وحسام حسن بيحميه. عشان اكون واضح وامين حسام بيجتهد وشيكابالا اظن معاه ولا لا، ده بعض الجماهير. الحقيقه يعني مش ممكن يا استاذ حسن، مش مقبول. لا هو شوف يعني طبعا احنا شفنا لعيبه الزمالك وحسام وابراهيم بيحموا ده صوره واضحه الحقيقه يعني. لكن اذا كان قد تم القاء القبض على مجموعه، وارجو بحلم يعني ده حلم، بما اننا يعني من الناس اللي وجماهير الزمالك بترفع حسام يعني على الاعناق. انا بحلم ان يكون في ناس اتقبض عليها ولان دي بلطجه، واللي اتقبض عليهم يكونوا عبره ويروحوا محاكمات عسكريه وتصدر عليهم احكام فوريه، وتنشر هذه الاحكام الكشف عن اسمائهم بالبنط العريض وفي جميع الفضائيات والتلفزيونات، عشان يكونوا عبره لاي بلطجي يفكر يروح مباراه كوره، لان دي رياضه مش بلطجه. وعايز اقول لك بالمناسبه ضحايا البلطجه في مصر من 25 يناير للنهارده 1200 قتيل. ضحايا البلطجه يعني اكتر من ضحايا الثوره، ضحايا الثوره كلهم. ضحايا البلطجه من المصريين 1200 قتيل من 25 يناير لغايه النهارده.
كابتن طيب. الصور اللي انتوا عرضتوها دي لسه هنرى عندنا صور كتير جدا، عندنا مفاجآت بالجمله. طب معانا الكابتن عبد المنصف يكمل كلامه. متاسف يا كابتن عبد المنصف تاخرت عليك، اتفضل يا كابتن منصف. كابتن شوبير، الحاجه الايجابيه اللي حصلت اللي انت شايفها من لعيبه نادي الزمالك وجهازه الفني، اعتقد دي اكتر حاجه ايجابيه حصلت في الاحداث اللي احنا بنشوفها. لو انت بتقول ان بعض الناس قالوا ان في حاجه مدبره ان الجمهور ينزل، معلش لو رجعت تاني لاول مشاهدك في الاول، الجمهور اللي كان بينط كانت الشرطه هي اللي عماله تحضن عليه وتحلق عليه عشان ما ينزلش يجري على ده صحيح، ده صحيح. شوفها تاني وانت تتاكد ان الناس دي ما فتحت لهمش الباب بالاوابر، او ان هو فتح، او حتى اللي فتح مش هو ده الشرطه اللي كانت واضحه بتوع الترنجات دولت ناس من الشرطه. ابتدوا الناس تندفع، ابتدى يقف ويجري وراه عشان يرجعه تاني، ولكن مع العدد الكبير اللي نط خلاص هو الموضوع فلت منه. فدي نقطه. النقطه الثانيه، لازم دلوقتي يا كابتن شوبير اكبر مسؤولين اللي موجودين في الرياضه يتجه للاوتيل اللي فيه لعيبه تونس والجهاز الفني، ويحصل اعتذار. احنا اتعدى علينا في حاجات كتيره مش عاوزين نقولها. انا كفرقه نادي الزمالك عارفين كويس قوي احنا تعرضنا قبل كده في دوله عربيه لنفس الاحداث من غير ما ينط جماهير واتطردنا، ولكن في نفس الوقت جالنا وزير الشباب او وزير مسؤول هناك في البلد ديت، وجه وقعد معانا ووصلنا لحد باب الطياره، وحصل ان احنا خلاص بعد الاعتذار دوت سامحنا اللي حصل، والموضوع انتهى بشكل ودي وما حصلش اي مشكله. فاحنا ما نسيبش الناس يجوا ويمشي من غير ما يحصل اي اعتذار من مسؤول كبير، فلازم حد يروح الاوتيل ويقعد يتكلم معاهم ويعتذر لهم ويشرح بالموضوع ان احنا يعني الظروف متشابهه في البلدين، فاحنا بنعتذر لان ده غير مقصود بالمره. وزي ما بقول لك ان الحاجه الايجابيه اللي حصلت ان لعيبه نادي الزمالك دي اكتر صوره تقول ان لعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني عنده وعي ان اللي حصل ده غير يعني رغبتهم تماما، وكانوا ما يحبوش قوي يتمنوا ان ده يحصل. وفي نفس الوقت مش عاوزين نحمل الشرطه الفتره الجايه اكتر من كده، خلينا نجتهد في الفتره القادمه للانتخابات والدستور وعدم بقى الفتن اللي موجوده. في حاجات مهمه اكتر من الرياضه، فيعني اللي ليهم مصالح معلش نستحمل بقى الشهرين دولت ونبدا على نظافه ونبدا على نظام ان يكون في رئيس للجمهوريه وفي بلد في استقرار، وبعدين نبدا ان احنا ننتظم في المسابقه بتاعتنا. ولكن الخسائر اللي جايه هتبقى اكبر لو احنا صممنا على ان احنا نشوف الشكل ده في الملاعب مع الهبوط والنزول والمحافظات وعدم دخول الامن بالشكل المباشر. انا ما اقدرش اجيب جمهور احط 60 70 الف متفرج واجيب بتاع امن واقول له اضرب فيهم بقى ويحصلوا مع بعض اشتباك. ما ينفعش. انا باجي التجمع في الشارع اما يجي الموقف اللي حصل في المعادي من فتره، اما يجي واحد من الشرطه الناس تتعاطف مع الشخص اذا كان هو غلطان او مش غلطان، ده فرض. الناس تعاطفت معاه، اما انت دلوقتي 60,000 صحيح هتقدر تعمل معاهم ايه؟ انا بتمنى ان الفتره الجايه ان شاء الله يبقى في استقرار وفي هدوء اكتر من كده. شكرا عبد المنصف. معايا احمد امين شاهد عيان من استاد القاهره. اتفضل يا استاذ احمد. يا كابتن شوبير. اهلا يا فندم، اتفضل. كابتن انا ضد المثال النهارده ان الشرطه متواطئه مع الجمهور. نعم. هم اللي فتحوهم. حضرتك انا ضد، انا كنت في الاستاد. ايوه حضرتك الشرطه النهارده قدمت دور ايجابي على قد ما قدرت. نعم. الشرطه مش هي اللي فتحت لباب الاستاد زي ما هم الاخوه بيقولوا كلهم. احنا موجودين. حضرتك تعرف كويس جدا ان المسؤول عن البوابات الداخليه في استاد القاهره هم موظفي امن الاستاد ومعاهم مفاتيحها وممنوع يفتحوها لاي حد من الجمهور الا بتعليمات من الاستاد. الشرطه ملهاش علاقه بانك تفتح يا كابتن شوبير البوابات عشان تنزل اللعيبه. امن الاستاد حضرتك بعد ما بيستلم قبل ما المباراه بتبدا بيطلع كل المتواجدين على تراك الاستاد حتى الاعلاميين بيطلعهم بره الملعب خالص ويطلعهم المدرجات ويقفل الباب بالقفال. انا بقول لحضرتك لعيبه الزمالك وكل الناس اللي كانت موجوده النهارده من الزمالك هم اللي احتضنوا التوانسه، واحنا خدنا عيالنا وجرينا خوفا من اللي حصل النهارده. دول مش 250 واحد نزلوا من الملعب او 300 او 400 يا كابتن، لا. حضرتك شوف الكاميرات بتاعتكم وافتح الزوم هتلاقي من كل جوانب الاستاد نزلت اللعيبه، نزلت الجمهور يا كابتن. مؤامره على الرياضه، مؤامره على الكوره في مصر. وحضرتك انتوا امبارح اتكلمتم وكل يوم بتتكلموا. لا بقى يا كابتن، لا لازم يكون في وقفه يا كابتن. مفيش دوري يا كابتن لان احنا هنخاف نروح الاستاد بعد كده. النهارده لو ماتش اهلي وزمالك هتبقى كارثه، هتبقى كارثه كبيره. والنهارده دي فضيحه لينا. التوانسه قابلونا مقابله كويسه جدا جدا في تونس، واحنا النهارده رايحين نقول لهم بنرد الجميل ونقول لهم اهلا وسهلا بيكم بلدكم. اللي حصل ده النهارده يا كابتن، لا يا كابتن احنا اسفين جدا، والشرطه على دماغنا لان احنا من غير الشرطه ما نسواش يا كابتن. شكرا احمد. شكرا احمد. انا موافقك، انا بالعكس انا بضم صوتي لصوتك، مفيش تواطؤ، بالعكس انا شايف زي ما قال عبد المنصف. لو شفنا الصوره، بس دي صور حصريه صح كده ولا قولوا لي اذا كنت بتكلم غلط ولا بتكلم صح؟ دي صور لينا، ممكن يكون في كاميرات اخرى صورت، لكنه دي